أغرب الأماكن على وجه الأرض في اختيار اليوم. سنتحدث عن أكثر أركان كوكبنا غرابة. إنها غير عادية بالنسبة لمناظرها الطبيعية. عندما ترى هذه الصور، قد تعتقد أن هذه الأماكن موجودة على بعض الكواكب الأخرى في مجرات أخرى، ولكن ليس على الأرض. الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أن الانطباع الأولي خاطئ. كوكبنا قادر على مفاجأتنا، ويقدم باستمرار مفاجآت وألغاز جديدة. لذا دعنا ننتقل إلى قصة أكثر الزوايا غرابة في كوكبنا. الوديان الجافة في أنتاركتيكا. هذه الصحراء فريدة من نوعها من حيث أنها أكثر الأماكن جفافا على وجه الأرض. لم يكن هناك هطول للأمطار هنا لعدة ملايين من السنين. هذا المكان من حيث مناخه هو الأقرب إلى المريخ، لذلك فهو ذو أهمية خاصة لناسا. يتم اختبار مركبات المريخ هنا، وتجرى أبحاث واسعة النطاق في جميع الاتجاهات. إنه الجزء الوحيد من القارة القطبية الجنوبية غير المغطى بالجليد. في الوديان توجد بحيرة متجمدة بمياه شديدة الملوحة. تم اكتشاف بكتيريا وكائنات حية غامضة تحت الجليد. كان هذا الاكتشاف بمثابة تأكيد للنظرية القائلة بأن الحياة موجودة على المريخ. في المرتبة الثانية تأتي جزيرة سقطرى. المناظر الطبيعية لهذه الجزيرة فريدة من نوعها، وتبدو أشبه بالمناظر الغريبة. الجزيرة معزولة جغرافياً عن إفريقيا لمدة 6 ملايين عام، وهي مليئة بالعديد من الأنواع النادرة للغاية من النباتات والحيوانات، ثلثها مستوطن ولا يوجد إلا هنا. على الرغم من المناخ الحار والجاف، تنمو هنا العديد من النباتات الرائعة والجميلة، والتي يبلغ عمر العديد منها حوالي 20 مليون سنة. التالي على قائمة الأماكن الأكثر غرابة على وجه الأرض هو محجر ريو تينتو في الأندلس، إسبانيا. المهن الضخمة لام ريو تينتو تخلق منظرا سرياليا يشبه القمر. تمت تسمية المحاجر على اسم نهر يحمل نفس الاسم الذي يتدفق هنا ويتسرب المعادن من الحفر الضخمة. تم التعدين هنا لعدة قرون، لذلك تحول النهر إلى اللون الأحمر البرتقالي الساطع، حيث تتدحرج حموضته وتشبعه بالمعادن. في الوقت الحالي تم إيقاف التعدين في هذه المنطقة، وجذب حشود من السياح والمصورين إلى الأندلس. أراهن أنك لم تسمع من قبل عن بحيرة سبوتد، ناهيك عن رؤية مثل هذه المناظر الطبيعية الخلابة. تقع البحيرة في كولومبيا البريطانية، كندا. اعتمادا على الظروف الجوية والموسم، تتبلور البحيرة وتتحول إلى لون معين. فتشكل الكثير من البقاع على البحيرة دوائر المعادن. هذا هو أكبر تركيز في العالم لكبريتات المغنيسيوم، ملح إبسوم، والكالسيوم والصوديوم، بالإضافة إلى الفضة والتيتانيوم. هذا المكان مقدس لدى الهنود الأصليين في كندا، ويشتهر بخصائصه العلاجية، ولهذا أطلق عليه اسم كليلوك. منظر طبيعي آخر غير عادي هو أكبر بحيرة مالحة في العالم، أيوني سالت فلاتس. هذه منطقة جميلة بها صحراء مالحة ضخمة وبراكين نشطة وجزر كبيرة من الصبار والسخانات. على سطح البحيرة يمكنك ركوب سيارة جيب. استمتع بجمال هذا المكان غير العادي وأحيانا الغريب. ينظر إليه جيدا من الفضاء، وهو أحد نقاط معايرة الأقمار الصناعية. يوجد في البرازيل مكان آخر غير عادي، فالي داليوا، والذي يعني وادي القمر. إنه تكوين صخري مغسول بالماء مع حمامات سباحة طبيعية. يقع فال دالوا في غابة تشابادا البرازيلية، وهو أحد أقدم التكوينات الصخرية على هذا الكوكب، ويتألف من الكوارتز والبلورات. هناك أيضا أماكن غير عادية في اليابان. هذا هو بلاديبان، أحد أشهر البركة. هناك 9 ينابيع غير عادية في هذه المدينة، ولكن أشهرها هو بركة الدم ذات المياه الساخنة ذات اللون الأحمر الزاهي. ويرجع هذا اللون إلى ارتفاع نسبة الحديد في الماء. هذه البركة هي أيضا أكثر الينابيع جاذبية. في المرتبة الثامنة على قائمتنا تعد غابة شيلنستون في الصين ثالا ذيلا على التضاريس الكارستية.
الصخور مصنوعة من الحجر الجيري وشكلتها المياه التي دمرت كل شيء ما عدا هذه الأعمدة الشبيهة بالأشجار. يعرف باسم أول أعجوبة العالم منذ عهد أسرة مينغ. معجزة أخرى للطبيعة هي هيكل ريشات في موريتانيا، ويسمى أيضا عين الصحراء. يبلغ قطر ريشات حوالي 30 ميلا ويمكن رؤيته من الفضاء. كان يعتقد في الأصل أن التكوين ناتج عن تأثير نيزكي، لكن الجيولوجيين المعاصرين يعتقدون أنه نتيجة تآكل. لا يزال سبب شكله المستدير لغزاً يكافح العلماء في جميع أنحاء العالم.